في عالم تحفر فيه الأسرار من تحت المدن، وفي زمن تسحب فيه اللعنات من قلب الصحراء، يولد سؤال واحد: ماذا لو استيقظ الشر القديم داخل إنسان؟ حكايتنا تبدأ في مقابر لا تشبه المقابر، وتنتهي بقرار لا يشبه أي قرار. اليوم نحكي لكم قصة فيلم المومياء، بطولة توم كروز. نعود سريعاً إلى عام 1127 ميلادية. صليبيون يدفنون جوهرة حمراء غامضة في سرداب تحت لندن. ليس كنزاً، بل ختم لطقس قديم يتصل بمصر. نعود إلى حاضر. أعمال حفر في لندن تكشف مقبرة صليبية مخفية. في العراق، جندي أمريكي يدعى نيك مورتون، توم كروز، وصديقه كريس، معروفان بعمليات جانبية غير رسمية مثل سرقة آثار أثناء الفوضى. من خريطة مسروقة من باحثة الآثار وهي جيني، يقود نيك هجوما صغيرا يكشف حفرة هائلة، بئر عميق مملوء بالزئبق، وفي قاعه تابوت مصري محاط بسلاسل وتمائم. لمن داخله؟ الأميرة أحمنيت، وهي وريثة عرش مصري أظلم قلبها حين سلب حقها. عقدت تحالفا مع الإله ست، إله الفوضى والموت، لتنفيذ طقس يمنحها القوة، ولكنها قبض عليها قبل اكتمال الطقس، ودفنت حية بعيدا عن مصر كي لا تجد الطريق إلى قوتها مجددا. جيني تقرر نقل التابوت إلى لندن للدراسة، ولكن الطائرة تتحول إلى جنازة جماعية. كريس يتصرف بغرابة، يتكلم مع أحد رفاقه، وكأن شيئا يتحكم في جسده. يهجم على الطاقم ويصيبهم، ثم يسقط بنيران دفاعية أطلقها نيك. كل هذا ليس صدفة، لعنة أحمنيت بدأت تتسرب. مجموعة من الغربان تهاجم الطائرة في ظل استغراب نيك. تحطم الزجاج، وتقتل قائد الطائرة ومساعده، وتصيب محرك. تبدأ الطائرة بالسقوط، والرعب يملأ المكان. قبل التحطم بلحظات، نيك ينقذ جيني بمظلة القفز، ثم يبقى عالقا في الطائرة حتى لحظة الاصطدام. عندما طلب من جيني أن تتفقد الجثث للتأكد من هويتها، وعندما دخلوا إلى المشرحة، كانت المفاجأة الكبرى. نيك كان حيا وواقفا أمامهم. هو مختار ليكون وعاء للإله ست عند اكتمال الطقس. أعادته للحياة، ليس حبا فيه، بل احتياجا له. في الصحراء، أحمنيت تستيقظ من التابوت، ضعيفة متشققة، تبحث عن قوتها. تقترب من الجنود، تمتص أرواحهم بقبلة مسمومة، فتسترد جسدها شيئا فشيئا، وتحولهم إلى خدام موت. نيك لا يفهم ما يحدث، ولكن الكوابيس، والنقوش على الجدران، والجرذان التي تحاصره في لندن، كلها تقول شيئا واحدا: أنت لست ملك نفسك بعد الآن. منظمة سرية يقودها الدكتور هنري جيكل راسل كرو. وسط الفوضى، تظهر جهة غامضة تدعى برودي جيم. هدفهم مطاردة الشرور الخارقة، والتحكم بها، أو على الأقل فهمها. يمسكون بأحمنيت، يقيدونها، ويغمرون جسدها بالزئبق مرة أخرى لمنعها من استدعاء قوتها. الدكتور جيكل يشرح اللعبة لنيك: هناك خنجر أثري مكسور إلى جزئين، النصل والجوهرة الحمراء، نفسها المدفونة في لندن منذ زمن الصليبيين. إذا اكتمل الخنجر وطعنتك أحمنيت به، سيحل ست داخلك، وستصبح كيانا إلهيا من الفوضى. الفكرة: إن لم نوقفها الآن، لن يوقفها شيء. بينما يتحدث جيكل،
تتغير ملامحه. الحقنة لم تؤخذ في وقتها. ويظهر إدوارد هايد، وجه آخر مظلم للدكتور. ينقض على نيك، يطرحه على الطاولة، يكسر الحديد كأنه خشب. في اللحظة الأخيرة، نيك يخدع هايد ويحقن جيكيل بالجرعة. فيهدأ الوحش، ويعود الرجل. لكن الهدوء لا يدوم. أحمنيت تحدث فوضى في مقر. عناكب تتسلل عبر القنوات، حراس تحت سيطرتها، وزئبق يتكسر من الأنابيب. الوحش القديم يرفض أن يسجن مرتين. تتحرر أحمنيت. تخرج إلى شوارع لندن، تطلق عاصفة رملية تتشكل فيها وجه هائل يبتلع المدينة، على الأمل أن الشر استعاد أنفاسه. هدفها واضح، جوهرة الحمراء المدفونة مع الصليبيين. تغوص في سراديب لندن القديمة، تستدعي رفقاء قبور، هياكل صليبية تنفض الغبار وتنهض تحت ماء والطين. نيك وجيني يطاردانها عبر الأنفاق. يتساقط الحجر. يعلو هدير لنهر. وأحمنيت توحد جوهرة مع نصل الخنجر. اكتمل المفتاح. ولم يبقى إلا الوعاء. نيك. تسحب أحمنيت جيني رهينة إلى قاعة غارقة في الزئبق والمياه الجوفية. تقترب من نيك، وتهمس في أذنه: قدم نفسك، وستولد إلها. نيك يتراجع، يقاتل خدامها الموت وسط مياه تتصاعد. الأنفاق تنهار. جيني تسحب تحت الماء. صرخاتها تختنق. نيك يفشل في إنقاذها في اللحظة الأخيرة. خسارة تكسر شيئا في داخله. ينظر نيك إلى خنجره. وإلى جسد جيني الساكن. يفهم نيك اللعبة، لا أحد قادر على هزيمة إله الفوضى إلا من خلال قوته نفسها. يرفع الخنجر. وفي لحظة تحد للقدر، يطعن نفسه. يستيقظ في حدقتيه. صراع داخلي، وحش يريد الانطلاق، وإنسان يقاوم لينقذ من يحب. تقترب أحمنيت بثقة. أخيرا عدت يا ملكي. لكن نيك ينظر إلى جيني الميتة ويتذكر كلامها وكلام الدكتور عن مزاياه الجيدة وطيبة قلبه، فيتغلب على سيطرة يبتسم ابتسامة أخرى. يندفع نيك نحو أحمنيت، وبدلا من الخضوع لها، يهاجمها حتى يسلبها حياتها. لعناتها تعود إليها. وجسدها يتيبس، يتشقق، ويصير غلافا فارغا لأسطورة سقطت. يسير نيك إلى جيني. يلمس جبينها. ويمنحها نفسا لتعود للحياة. تفتح عينيها. ترى في نيك صورة الوحش والإنسان في وقت واحد. لكن اللحظة لا تسمح بوداع. نيك يخاف أن يفلت الوحش من قبضته. يختفي في الظلال. يجمعون بقايا أحمنيت ليراقبوها في منظمة. وتكون تلك مقولة: الشر لا يقتل، بل يدار. الدكتور جيكيل يتأمل. رجل صار بوابة لإله. لكنه اختار أن يكون درعا بدل أن يكون سيفا. وفي صحراء بعيدة، نيك يمتطي صهوة حصان، يثير وراءه عاصفة رملية، وبجانبه صديقه كريس يعود للحياة. يسأله كريس مبتسما: إلى أين الآن؟ فيرد نيك وعيناه في الأفق: لنصلح ما أفسدناه. وإن لم نستطع، فلا أقل من مغامرة أخرى. إذا أعجبتكم حكاية لعنة أحمنيت وقرار نيك مستحيل، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. وفعلوا الجرس لتصلكم أقوى ملخصات الأفلام أولاً بأول.